هاي، بدي احكي لكم قصة كومنت كتبته على اغنية وما توقعت ابدا شو رح يصير بعد. اللي صار انه اغنية نزلت وكتير انتشرت وقتها من سنة وعملت ضجة، اسمها هيجيلي موجوع. المهم انا اول مرة شفت هاي الاغنية او سمعتها عامة اول ما نزلت كان على التيك توك. فالاغنية كان حدا عاملها على انه هو قاعد عم ياكل كرواسون. انا ما رح اشرح، شوفوا الفيديو. هيجيلي موجوع دموعه في عينه تعبان، هديله اسبوع هيجي بعديها ندمان. المهم مثل ما شفتوا الفيديو انه كتير حسيت الفيديو حقيقي وهيك، انه الواحد اول الشهر بيكون عم ياكل مدري شو كذا واكلات غالية وهيك، واخر الشهر سندويش الفول بيقول له هيجيلي موجوع. فالموضوع كتير ضحكني، فانا عامة حبيت الاغنية فدخلت على اليوتيوب وبحثت عنها واجيت لاسمع، ما عم بقدر اتأثر بالاغنية. يعني هي المفروض انه هي اغنية حزينة ومؤثرة، بس انا ما قدرت اتأثر فيها لانه اول مرة شفتها خلص على سندويتش الفول. فبكل تلقائية وبكل عفوية دخلت وكتبت كومنت على الاغنية انه مش قادرة اشوف الاغنية غير على سندويتش الفول، وراح الكومنت وراح الاغنية ونسيت كل شيء. بيجي هون الصدمة بقى، التفاعل مو طبيعي على الكومنت البسيط اللي كتبته. لايكات، ضحك، كومنتات يعني فوق 8000 لايك وفوق 600 كومنت. انا هون صدمت انه الناس كتير هيك حسوا واحنا كمان ومدري شو، ضحكوا كتير مع الكومنت. فوقتها كتير حبيت بصراحة التفاعل. وبس والله هي كانت القصة. فكل الموضوع انه انا حبيت ابدأ اول فيديو الي بالقناة بهاي القصة، لانه الكومنت كان من نفس هاي القناة وبذكرني قد ايه ممكن شي بسيط يعمل اثر. وبس والله اذا بتحبوا اني اشارككم هيك قصص خواطر نحكي مع بعض قولولي بالكومنت. باي.